بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيديو اليوم إن شاء الله بإذن الله، لو كنت أنت على أتم استعداد للمناقشة ومناقشة، سواء كانت رسالة الماجستير أو الدكتوراه أو حتى مشروع تخرج، ممكن الأستاذ المناقش يسألك في بعض النقاط اللي كما هي، زي مثلا يمسك العنوان ويمسك العنوان يحلله تحليل. هل العنوان دوت يتسم بالعمومية ولا يركز على مجال محدد من مجالات البحث العلمي بتاعك؟ بيركز أيضا على طول العنوان أو قصره، بحيث أنه ما يكونش طويل ممل أو قصير مخل، ويكون في المتغيرات واضحة المعالم، يعني فين المتغير المستقل، فين المتغير التابع، وحتى لو كان عندك متغير وسيط فين المتغيرات وأيهما يؤثر على الآخر. كمان في عدم الدقة في صياغة العنوان واستخدام نفس الألفاظ أكثر من مرة، مما يوحي بفقر لدى الباحث. يعني مثلا دراسة للتعليم الجامعي وذلك في الجامعات المصرية، يعني كلمة جامعة مكررة أكثر من مرة، أو كلمة تعليم أكثر من مرة. العنوان البحث يكون مخالف، يعني انت جايب عنوان ومتن الدراسة او تقسيم الباحث من جوه لفصول مختلف، ولذلك المفروض عنوان الدراسة يقسم كل كلمة منه يجاب عنها داخل متن الدراسة. ايضا عدم وضوح تخصص الباحث في عنوان البحث، يعني هو تخصصه ايه بالظبط. دي ممكن يتناولها المناقش. ممكن يتناول اخطاء في الفهرست، يعني بعد الموضوع بتاع العنوان، بعد موضوع العنوان يتناول اخطاء في فهرست والمحتويات. اذا كان عدم مطابقة العناوين بالفهرست المحتوى الموجود داخل البحث، يعني كل عنوان موجود في الفهرست يكون موجود بنفس النص عنوانه في الفصل، ما يكونش مختلف، ويكاد يكون نفس العنوان، نفس السؤال، رقم السؤال اللي هو موجود. ترقيم الصفحات بشكل مختلف عن الشكل الموجود داخل متن البحث، ايضا دي بنبص لها. بنبص ايضا لترقيم صفحات الفهرست بارقام وليست بحروف، برضو دي بنبص لها. في اخطاء ايضا في صياغة المقدمة، يعني ما فيش امانة علمية، ودي مهمة جدا جدا من حيث نسبة الاقتباس وتوثيق كل فقرة انت جايبها وشفتها بعيني رأسك. ما فيش ترابط بين اجزاء المقدمة من العام الى الخاص ومن الكل الى الجزء، وفكرة توصل الى فكرة في نهاية الامر. التطويل والإسهاف في المقدمة وحشوها بما لا علاقة له بالموضوع، لأنه من الأخطاء الشائعة في المقدمة أن تأتي بفقرات ليس محلها مقدمة الدراسة، بل محلها متن الدراسة. أيضا استخدام مقدمات إنشائية وأدبية لا تتفق إطلاقا مع أسلوب البحث العلمي. يعني ما تجيبش عبارات إنشائية مثلا سرنا في بحر مش عارف إيه، أو حاجات من هذا القبيل. الكلمات الأدبية والإنشائية هي فاعل وفاعل ومفعول به بأسلوب علمي في المقدمة. عدم تركيز الباحث على النقاط الأساسية في البحث، لازم المقدمة يكون مجاب عنها، او انت جايب جميع المتغيرات في المقدمة. وكمان معلش ما تكونش طويلة زيادة عن اللازم، يعني المقدمة تتراوح من صفحتين الى 5 صفحات. 5 صفحات اذا كانت الرسالة زي رسائل دكتوراه او رسائل ماجستير والمتغيرات بتاعتها كثيرة، فانت بتذكر هذه المتغيرات. اما اذا كان بحث فهو يدوب صفحة او صفحتين على الارجح والاكثر. كمان فقرة تسلم فقرة وهو كلهم مقتبسات، ما ينفعش الاكثار من ادراج الاقتباسات من غير تدخل الباحث ومن غير ما يقوم الباحث بالربط فيما بينهم او التعليق فيما بينهم. يعني ايه؟ يعني لابد من تدخل الباحث في المقدمة بفقرة او 2. كمان عدم مراعاة التدرج المنطقي زي ما احنا قلنا في الكتابة، سواء من العام الى الخاص. ايضا بيبص المناقش على الاخطاء في مصطلحات البحث. يعني انا هسيب مشكلة الدراسة واسئلة الدراسة، هنبص على مصطلحات البحث. المصطلحات بنبص عليه، هل جاب التعريف المعجمي ليها الوارد في المعاجم اللغوية؟ هل جاب التعريف الاصطلاحي من كذا إنسان، كذا أدبية من الأدبيات؟
كمان بعد ما يخلص المفهوم من المعجم والمفهوم الاصطلاحي، يأتي بتعريف إجرائي. التعريف الإجرائي هو ما يعنيه البحث داخل بحثه، بس يكون مرتبط أيضا بالتعريفات الاصطلاحية والتعريفات المعجمية. ما يجيبش تعريف من عندياته ودون النظر إلى التعريفات الاصطلاحية اللي هو جابها. في بعض الأخطاء منها، يعني مثلا عدم ارتباط التعريف الإجرائي ده بموضوع البحث نفسه. كمان في عدم تعليق الباحث على التعريفات المقتبسة داخل متن البحث. التوسع في تعريف المصطلحات الثانوية أو الغير رئيسية في البحث. لا، يعني في بعض الأساتذة في المناقشين تقول لك ما تجيبش أي متغير إلا المتغيرات الموجودة في عنوان الدراسة. ناس تانية بتقول لك لا، تجيب المتغيرات والمصطلحات الثانوية المذكورة في أثناء سيرك في الدراسة، بس ما توسعش التوسع الكبير وبصفة خاصة في المصطلحات الثانوية. استخدام الباحث تعريفات كثيرة جدا بتكون متعارضة أساسا مع وجهة نظره ومع تعريفه الإجرائي، فلا بد أن يأتي بكلا الرأيين. في أخطاء أيضا في جوانب اللغة وجوانب الإخراج بالنسبة للرسالة. يعني حتى الصفحة الأولانية يعتمد في تصميمه لصفحة الغلاف الخارجية على نماذج تختلف عن الدليل. إيه الدليل؟ كل جامعة وكل مؤسسة لها دليل بنكتب به الصفحة الأولانية ونكتب به نوعية الخط وحجم الخط وما إلى ذلك. الإسهاب والتطويل في إعداد صفحة الإهداء أو الشكر المفروض ما تكونش كتيرة. يعني احنا بنشوف رسائل فيها صفحة الشكر حوالي صفحتين وثلاثة، لدرجة إنه جايب من أول رئيس الجامعة إلى العامل اللي هو كان بيجيب له الشاي في المكتبة. ده ما ينفعش. الخطأ في بعض الآيات القرآنية بياخدها كده أو استخدامها في غير موضعها، ودي في غاية الأهمية. عدم التناسب بين عدد صفحات الفصول، يعني يكون في تناسق وتناسب ما بين صفحة الفصول، ما يكونش فصل مثلا 20 صفحة والفصل الثاني 80 و60 صفحة. لا، لازم يكون في تناسق وتناسب ما بين عدد الصفحات الفصول. إغفال بعض الشخصيات الواجب تقديم الشكر لهم، وعدم كتابة اللقب العلمي للمناقشين. في ناس كتير جدا تقول لك مثلا فلان الفلاني، ما فيش حاجة اسمها فلان الفلاني. احنا في مرحلة علمية لابد من ذكر اللقب أستاذ دكتور، أستاذ مساعد، مدرس وما إلى ذلك. دي من ضمن الأخطاء اللي هي في اللغة وفي الإخراج. أيضا الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية لازم يديها لحد متخصص يراجع حاله. إهمال وضع علامات الترقيم في موضوعها الصحيح، ودي في غاية الأهمية لأنها بتفرق في المعنى. إدراج الجداول والملاحق في المتن وإهمال ترقيمها، يعني لازم تترقم. والجداول والأشكال، الجداول تتحط مثلا عنوان من فوق، الشكل يتحط العنوان من تحت وتترقم أيضا. عدم التقيد بالدليل. ايه هو الدليل؟ قلنا دليل الجامعة اللي انت فيها من حيث نوع الخط وحجمه والمسافات. إهمال التقديم أو التمهيد لكل فصل بمقدمة أو توطئة مختصرة لبيان أهمية الفصل ومحتوياته. هنا ما تسماش تقديم، تسمى تمهيد للفصل، لأن المقدمة لا تأتي إلا مرة واحدة في بداية الدراسة. أخطاء في التوثيق والمراجع بقى. التوثيق والمراجع دي في غاية الأهمية. التوثيق بطريقة غير معتمدة من الجامعة، لازم تشوف الجامعة معتمدة أنهي طريقة، ABA ولا طريقة هارفارد ولا أي طريقة في التوثيق. توثيق المصادر بأكثر من شكل من أشكال التوثيق. يعني في الصفحة 5 ذكر لي المصدر ده بتوثيق الفاميلي نيم الأول أو اسمه هو الأول، وبعد كده في صفحة 10 ذكر لي نفس المرجع ولكن شكل التوثيق يختلف. يبقى إذن توحيد المدرسة بتاعة التوثيق. وجود مراجع في متن الدراسة بس مش موجودة أساسا في قائمة المراجع، دي بنبص لها برضو. وجود مراجع منقولة من رسائل أخرى، ودي خلي بالك منيها، لازم تحط المرجع اللي انت شفته بعيني رأسك فقط لا غير. أيضا من أخطاء في التوثيق والمراجع اختلاف أسماء المؤلفين في قائمة المراجع مع الاسم المكتوب في متن البحث. كمان عدم تحري الدقة في الترتيب الأبجدي للأبحاث للمراجع ككل. اختلاف الاختصارات لنفس الدورية في المراجع اللغة الإنجليزية. عدم توثيق جميع المراجع المستخدمة. وبكده يبقى خلصنا
الأخطاء الشائعة في عملية المناقشة. شكرا جزيلا، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم.